السلام عليكم. رقنا اليوم وش الكوزين؟ اليوم الكوزين اقول تدري وشو؟ اليوم حبك بزاف حبك بزاف. على طاجين فس هيك على خصومة هيك عيلة حلوة شبكة في تمصير شديد واخا شو قواي شاطر. بس والله كأنها قصار ولا هي كذا، والله ما اتوقع انها كذا. بس ورينا شوف انت. هلا وسهلا. اليوم كوزيننا مغربي، مشينا نوريك بعض وصفاتنا. المنيو اليوم؟ وش المنيو اليوم؟ المنيو ترى شوف. السلام. المنيو السبتية. الطبق الأول رفيسة مغربية وطاج اللحم بالبرقوق، طاج اللحم خضار والحريرة معلق ذا. أي صح. وكسكسية المغربي بالخضار، بسم الله وبركة الله. دقيقة، في تحلية هنا مغربية. يا سلام. هذا ايش؟ أنواع اليوم. هذا اسمه ريشبون، حلا مغربي مشهور عندنا. بالله عليك. أشهر وش مكوناته؟ حلا زي الغريبة بس انها مسقة. طب وش الغريبة؟ هذا غريبة عاد عندنا. لا ما اعرفها. وعلى يا اخوي وعلى ذوقها. شلون ما وصلنا لحل الرياض. لا والله عادي الصدق. حلو. نروح نشوف العمال شلون قبل ندخل المطبخ. يا سلام. والله لبسهم مريح. ها والله هي حافة في القميص. بسم الله. ندخل المطبخ نشوف ايش فيه. ما شاء الله يا الطواجن. اول مرة اشوف طاجن ذا الحجم ما شاء الله. اي والله والله يا غطاء. الكسكسي بنحط فيه اللحم بالبرقوق وبنحط فيه الدجاج المحمر وبنحط فيه. طب سؤال الكسكسي وش مكوناته؟ اذا ما تعرف قل ما اعرف. خضار، كوسه، جزر، الرز هذا حقهم اللي هو الرز الكسكسي، يكون بعضها معهم دجاج وبعضها عليها. لكن الغالب يكون بالخضار. هذا هو شوف هذا. هذا اللي فوق هذا. هذا الرز حقهم مو بالكسكسي. يا سلام. هو يجتمع صار كسكسي. طب من اللي فيه هناك؟ فيه الشيف. اهلا يا شيف، كيف حالك؟ طيبين؟ هذا مو طربوش. هذا طربوش السوري. بالله هذا طربوش سوري. وش يفرق؟ خلينا نشوف الفرق. هذا طربوش مغربي وهذا طربوش سوري، وش اللي يفرق؟ اللون بس؟ والحجم. والله معلومة جديدة. اوه لا تغيرت الحين. والله هو اخوه يا شيف. والله يفرق. ايه بس يفرق عنده. شوف الطول هذا طويل. طيب وش عندنا اليوم؟ عندنا كسكسي مغربي ولحم بالبرقوق، دجاج محمر، رفيسه مغربيه. الرفيسة شو مكوناتها؟ الرفيسه زي المرقوق عندكم. عرفت؟ بيكون عليها يعني خبز محمص ومقطع وعليه مرق الدجاج بالعدس. حلو. وبهارات خاصه. كم عندنا من طبق اليوم؟ 5 طبق. الله يعطيك الف عافية. متحمسين يا شيف. هذا وشو؟ انا قلت لنا هذا الكسكسي صح؟ هذا الكسكسي. طيب ينطبخ على البخار. الحين خلينا ينطبق على البخار. على البخار. اللي تحت هنا وش؟ يستوي على هاي. هو بيكون فيه مرق حقه بيطلع مع البخار حق المرق. او تبخير من تحت. هذا اللي تحت وش فيه هنا؟ المرق. مرق وشو؟ المرق حقه اللي هو خضار واللحم. يعني هنا في خضار ولحم الحين. في خضار ولحم. وهذا القدر مفتوح من تحت. مفتوح من تحت يطلع. زي المرقوق. زي الشاف. زي ايش تقول؟ عشان اشرح لك. قدر المنت. ايه قدر المنت. هذا من تحت زي كذا شبك. ايه محطوط فوق عرفت؟ قارن مرقه والخضار يطلع العام يطبخ الكسكسي. على هذا يعني شيء على الراي. عام الراي. وهنا ايش؟ هذا البرقوق. برقوق مجفف وهذا مش مجفف. والغدا اليوم الساعة كم تقريبا؟ 2 للنص جاهز. الله يعطيك الف عافية يا شيف. موال حزين يقطع قلبي بزاف. يبا غادي العلوة عصيك معنا الله معنا اخوي. ابكي ايقر الغني عن التعريف. كنا اكلنا من ترميسو، لكن الشيء اللي بوصله دايم لكم انه اليوم براند لايقر بتنوع في الحلا. قد وريناكم قبل بقلاوه وتكلمنا عنها،
وجربوها ناس وقابلتهم، والله اني امس يمكن الاستراحه يقول لي واحد مش عباس، يقول والله العظيم ان الحلا حلو حق لايقر، فريش توست او البقلاوه او حتى التراميسو. هذه البقلاوه الغنيه عن التعريف كريسبي، تخيل ان هذا مقرمش محشيه. القرمشه ولا من بعيد عني. والله الحلا اللي ياكله ولا امل منه والله. ما تحلف والله، يقولوا حق الله العظيم. حق الله العظيم. مزيان والله مزيان والله عدتها. انا المفروض ما اقول لا. يلا التراميسو هذا حق جماعات، يجيك بالشوك بصحونه، يجيك بملاعق بس نتكلم منها، انت شو تسوي طال عمرك؟ بسم الله. وتعطيها كذا. ما شاء الله. شوف طبقات، هذا ضاربة الشمس بعد، كل ما برد كل ما صار احلى. بالعافيه. مزيان والله العظيم مزيان. وشوف قدامي ما شاء الله وصفات. نمسك اول وصفه لحم البرقوق. حياكم الله. اول شيء الله يحييك. هذا الطاج اللحم بالبرخوخ، لسه ما حطينا عليه برخوخ، لسه ما جهز. نقرب نجهزه. حلو. وش يمتاز به؟ النكهه الطاغيه فيه ايش؟ نكهة الطاجن انه البهارات المغربيه، واللحم لما يكون جديد وطري. ممتاز. يعني الحريره. هذا الحريره الشوربه. ايوه. وش ناقصها؟ ايش باقي لها؟ لسه باقي فيها مكونات الحين على النار. هذا مرق الرفيسه. مرق الرفيسه. هذه هي زي المرقوق بالسعوديه. اكثر شيء يشبه المرقوق. ايوه. وش المكونات الرئيسيه هنا؟ عدس ومساخن وتوم بلدي احمر. حلو. الدجاج بيتحمر بالفرن. بالفرن. بيتسقى بهذا العجين. بيتسقى بهذا العجين. ايوه. وبعدين يتحط عليه دجاج دجاج محمر. هذا مرق الدجاج المحمر. اللي هي الدغميره. الدغميره بالكبده، شفت؟ هذه بكبده الدجاج. كبدة الدجاج. هذا بالقوانص. ايوه. يا سلام. دجاج. طيب دجاج. هذا الدجاج باقي تحميره بس. هذه الحلبه اللي بتنحط عليها حتى يعني الرفيسه. هذه الرفيسه عليها حلبه. ايه لازم حلبه. طيب ان طبخت الحلبه كم مدتها؟ تقريبا 10 دقائق، ما تاخذ استواء. وتسقي بها الرفيسه. بتسقى مع المرق ماشي مجفف. وش الحكمه من انك تطبخون المشمش المجفف؟ ليش ما تحطونه زي ما هو؟ هو انت عارف لما تكون شيء مالح على حلو بيبقى طعم غير، عرفت كيف؟ تكسر به يعني. تكسر بها الملوحه. يا سلام. الطاجين معروف باللحم او الدجاج او لحم بالخضار. هذه القصعه. هذه القصعه اسمها. القصعه نفس الطاجن بس بدون غطاء. ايوه. هذه شغلتها الرئيسيه اللي هي الرفيسه او الكسكس. وهذه تكون كذا بدون غطاء. هذه حق الشوربه، شوربه الحريره بتحط فيها الشوربه. حريره يمكن صح؟ هذه قدر الشوربه. والله انا متحمس. اثنين ولا واحدة؟ اثنين. جوج ماشي اثنين. واحدة. مرحبا. ما انا ناسي. احنا بدينا بلا بيك. تجي معطل بدينا شربنا حاجة شاي وعطونا الحلوى. احنا كنستناو فيه هادشي كامل. بدينا قهوة. ولكن هذا والله بزاف. خلونا نروح نشوف وش فيه المطبخ. وصوصة القيمة قصة نعطيك نصها ولا لا تنسيه. بيض الله وجهك يا شيف. شكرا. بيض الله وجهكم يا شباب. يوم مغربي جميل تبارك الرحمن. شوف السفرة، هذا اللحم بالخضار، وعندنا الكسكسي والدجاج بالزيتون، وعندنا الرفيسة بالدجاج المكسرات، واللحم بالمرقوق، والحريرة. شوربه الحين نغرف لك أحلى شوربة. كم ساعه قاعدين نصور شوربه ايش فيه؟ يا اخي نبي ناكل، تعبنا احنا نشوف. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا مرحبا يا مرحبا. والله ما قصرتم يا شباب، بيض الله وجيكم. شكرا لكم جميعا. شكرا لك يا جفري العظيم. شكرا لكم يا شباب. مصر. شاف مصر. ونعم ما يحتاج. سلام.